بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان فينا لما بيتأخر عن الأعمال بيبقى في عنده أسباب. أي أسباب للإنسان بتبدأ من البيت. الخلافة العثمانية يعني ملكت العالم كله، والخلافة العثمانية دي أصلا تركيا. إيه اللي استبدل بعد الخلافة؟ اللي استبدل بعد الخلافة الآن دخل بيوتنا حاجة عجيبة جدا جدا اسمها المسلسلات التركية. فتلاقي المسلسل يجي بعده مسلسل، والمسلسل يجي بعده مسلسل. فتسأل الناس فينا بتعمل حلقة تعليم، يقول لك ما انتش بعمل حلقة تعليم. ليه ما عادش بيعمل حلقة تعليم؟ اصل هم في البيوت كده قاعدين كده يعملوا الحكاية دي، يطلعوا من المسلسل يخشوا في مسلسل. طب ما يا عم ما بتطلعش مدد ليه؟ ما هم مش عايزين نطلع مدد. لا مش عايزينك تطلع مدد ليه؟ وحشهم يعني ولا ايه؟ يقول لك لا، الانسان فينا ادام هو ما فيش عنده اعمال، وبالاخص في بيته اللي هي حلقه التعليم والاذكار، قراءه القران، التسابيح، الذكر، هذه الاشياء، يبدا الانسان فينا الاعمال عنده تضعف جدا جدا جدا. الاعمال تضعف. طب ما بطلعش مده ليه؟ ما بطلعش 3 ايام ليه؟ ما بطلعش الجوله ليه؟ ليه ما بقومش بالاعمال؟ لان عندي البيت ضعف من جوه. اللي مسيطر على البيت دلوقتي مش الخلافه العثمانيه، لا، المسلسلات التركيه بقت مسيطره على كل البيوت. المسلسل بيقعد لا مؤاخذه معلش في التعبير ممكن 300 حلقه، 400 حلقه، في 500 حلقه. شوف بقى لما الناس يقعدوا كل يوم قدام مثلا 5 6 مسلسلات، ما خلاص كده ما عندهاش وقت الا غير اللي هي تطبخ حبه الطبيخ. وانت لما بتيجي تطبخ بتولع البوتاجاز وترجع تاني تقعد قدام التمثيليه او قدام المسلسل. طب فين وقت التعليم؟ ما عادش فيه وقت للتعليم. فعشان كده ما عادش فيه اعمال في المساجد. فلما انهدمت البيوت انهدمت المساجد، لان الشيخ زمان قال كده، قال الاصلاح بيبدا من البيت. اذا انصلح البيت انصلح المسجد، واذا انصلح المسجد انصلح السوق. انصلح السوق ازاي؟ يعني المرأة إذا دخلت الصندوق اللي هو الهودج خرج القرآن إلى إيه؟ إلى السوق. وإذا دخل القرآن الصندوق خرجت المرأة إلى السوق. طيب وإذا انصلح السوق انصلح الديوان، وإذا انصلح الديوان انصلح القضاء. طب إذا انصلح القضاء انصلحت جميع الأحوال. سيدنا عمر قاعد ماسك القضاء ما فيش ولا قضية راحت له. ليه؟ لأن الأعمال كلها صالحة، كل الأحوال بتنزل من السماء من فوق لتحت كلها صالحة. فعشان كده يا حبيب النبي عليه الصلاة والسلام لازم نبحث عن الداء ده ونعالجه ونحط له علاج. فلازم نرجع لحلقات التعليم، ونرجع للأذكار، ونرجع للتسابيح، ونرجع للأعمال الصالحة، الأعمال الطيبة، عشان نبدأ تاني نرجع للأعمال، فتتفتح المساجد وينتشر الدين في العالم كله. وأنا إن شاء الله مستعد، وتكونوا إن شاء الله كلكم مستعدين. وصلى اللهم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.